السلام عليكم يا شباب، عيد سعيد عليكم يا رب، ويجعله يعني عيد كويس عليكم وتبقوا فرحانين ومبسوطين وكل حاجه في الدنيا. الفيديو ده هيكون سريع يعني عشان انا قاعد بروق. ف حاجات تستفادوا منها في العيد، وفعلا ازاي تعيشوا العيد وتتبسطوا بيه. مش عارف، انا بقول افكار يعني عندي، وفيديو سريع يعني لو حد حاجه بالنسبه له عارفها خلاص يعني، يقلب على الحاجه اللي بعديها، او برضو ايه ممكن يكون عارفها بس ناسيها اصلا. بسرعة يعني، أول حاجة إن أنت تزور الناس اللي بتحبهم. عندك ناس بقالك كتير ما شفتهمش، صحابك قرايبك. صلة الرحم طبعا لو أنت مقصر فيها، ده فرصة في العيد إن أنت تعرف ترجعها تاني. صحابك اللي هم ما شفتهمش بقالك كتير، بس انتوا صحاب، اللي هو صحاب بس بقالكوا كتير مش بتتكلموا، اتقابلوا او حتى اتكلموا مع بعض في اضحكوا وهلسوا مع بعض، العبوا مع بعض. ممكن في لعب بتنزل على التليفون، اي حاجات بقى، العاب اونلاين، في العاب بالهبل يعني. فلازم ترجعوا الحوار ده تاني. عندك برضو زي ما قلت صلة الرحم، عندك اهلك. انت ممكن ما تكونش الفترة دي بتقضي وقت كويس مع اهلك عشان انت في رمضان مضغوط وما كانش فيه وقت كبير، فانت فرصة ان انت تقرب من اهلك في العيد وتقعدوا مع بعض وتهزروا مع بعض. فالفكرة اول حاجة ان انت تقوي علاقاتك وتحاول كده ايه، ترجع الترابط ده تاني. برضو اخرج يعني، اتبسط، تروح اماكن جديدة. لو عايز تسافر ممكن تسافر. او حتى مش سفر لازم يكون طويل، بس حتى لو انت محافظتك قريبة من محافظات تانية، ممكن تطلع على طول على محافظة تانية عادي وتقضي يوم، او حتى تعمل حاجة جديدة انت ما عملتهاش قبل كده، او مكان عايز تروح بقالك كتير بس مكسل، فتقوم رايحه لوحدك او مع اصحابك عادي. فتغير ويبقى حاجة جديدة. انزل صلي العيد. برضو لو روح كده ساحة كويسة او مسجد كويس، والاجواء بتكون كويسة وبيعملوا فعاليات. يعني لازم تحسوا بالعيد، ما حدش يقول انا ما بقتش احس بالعيد، لا يعني حاسس نفسك بالعيد. وبالنسبه لي مش بقينا نحس بالعيد ده، حاولوا تقروا عن الموضوع ده. لان هو ليه تفسير، يعني اللي هو يقول لك انا ما بقتش احس بالعيد مثلا، تمام، ما بقتش احس برمضان. فدي الفكره، ان انت ترجع تصلي والكلام ده وتلعب، يعني حاول تلعب بجد. في العاب اللي زي سكرو، زي الالعاب اللي بتتباع في الاماكن، حتى في العاب بجد جديده جدا يعني. جيب اي لعبه اشتريها واقعد العب بيها مع اصحابك، العب بيها مع اهلك، دي حاجه في قمه الجمدان يعني. وفي لعبه برضو اسمها الجاسوس، اللعبه دي موجوده على الاب ستور او الجول بلاي برضو. حملها، هتبقى حلوه قوي، تلعبها مع اهلك، تلعبها مع اصحابك. بتكون يعني جامده جدا. ممكن كمان تلعب، ممكن بقى تجيب بقى ايه، طبعا سناكس والكلام ده، تعيش اللحظه يعني. عندك اي مقله، جيب لب، جيب سناكس، عيش الدنيا يعني. عندك ايه كمان برضو، ممكن تتفرج على حاجه انت بتحبها، تجيب حاجه مثلا انت بتحبها، تتابعها، تتفرج عليها. برضو ممكن تلعب، يعني حاول تلعب اكتر. لو انت مثلا تنزل حجز، تلعب حاجه جديده، يعني مثلا في ناس ما لعبتش بادل قبل كده، تنزل تلعب مع اصحابها بادل. الموضوع ده يبقى كويس. تلعب سايبر، طبعا ده الاساسي عند الشباب، تلعب سايبر. تنزل سايبر وكده، وانزل بدري عشان الزحمه، وهلس بقى مع اصحابك وقعدوا كتير. برضو ظبط نفسك يعني. لو انت راجل ظبط نفسك. انا لسه هقفل الفيديو ده وهظبط كل حاجه، بس اللي هو ظبط نفسك، اعمل وشك، حط ماسكات، عادي عيش حياتك. دي نظافه يعني. يبقى في ناس راسهم مربعه ويقول لك لا، ممكن حد يتفرج عليك وراسه مربع. في ناس يعني دماغها متركبه بطريقه تانية، يقول لك انت، شوفوا كحتوني والله. انتوا لا، انت ما ينفعش تنضف. يعني بالعكس، الرجاله انت ما بتعملش حاجه حرام خلاص، بس خلاص تمام. يقول لك انت اغسل وشك وخلاص، مفيش الكلام ده. حط ماسكات زي ما انت عايز، اعمل مش عارف ماسك القهوه، وفي صفار البيض، اعمل اللي انت عايزه تمام، وظبط على نفسك. درج لو انت عايز تدرج. انا يعني شايف كده كويس بصراحه، بس الناس اللي شعرهم محتاج او عايزين يجربوا حاجه جديده، جرب درج. ظبط نفسك، ظبط وشك، ماسكات، اعمل كل حاجه انت عايزها عادي. ظبط بقى اوضتك. يعني انا اوضتي لسه مخلص ترويح، قاعد من الصبح والله. فاوضتي متعبه يعني حبتين، وظبطت كل حاجه، معانا كل حاجه يعني. كل يعني فسفوسه الفسفوسه كنت بظبطها. وحاجات غيرت ترتيبها، وحاجات شلتها ما كانتش ليها لازمه، وعملت اعاده هيكله حرفيا للاوضه، ونضفت ومسحت والشبابيك والحيطان. بص، الاوضه بتاعتك مسؤوليتك حرفيا. ما تقولش بقى مامتي، لا، هو كل واحد ربنا يعينه اصلا في الحاجه اللي هو فيها. سواء مامتك مع الحلويات، لو هي بتعمل حلويات، مع التنظيف بتاع الشقه، مع تنظيف اوضتها،
مع الحاجات اللي هي تعملها لنفسها سواء في الوش في الحاجات دي. فالدنيا صعبه تمام، وهي كمان طالعه من رمضان في الفطار. فانت خلي عندك دم واعمل اوضتك، ظبط اوضتك، غير اوضتك، يعني غير ترتيب مكان حاجات، شيل حاجات ما كانش ليها لازمه، غير حاجه بقالك كتير عايز تعملها بس مكسل في الاوضه مثلا او في لبسك، او عايز تنظف حاجه معينه في لبسك في الكوتش بتاعك في ايا كان. بص ظبط كل حاجه، النهارده الليله عيد ماشي، فكنسل كل المواعيد بقى خلاص، اعمل كل حاجه وظبط نفسك. حتى نزلت من شويه كنت عايز اجيب حاجه، حرفيا الشوارع هص، مفيش طبعا غير العيال الصغيره اللي بتلعب وكده، بس كشارع هص، كله قاعد في البيت بيستعد بيظبط نفسه. طلع برفان، يجيب مسك، البس مثلا لبس عشان تنزل تصلي، ظبط نفسك على الاخر، خليك على سنجة 10 تمام. وده طبعا بالنسبه البنات كده كده ما بيعملوا كده، يعني انا بتكلم على الشباب. يعني ظبط نفسك واستمتعوا يا جماعه، لان بعد العيد في بالنسبه لطلاب الجامعه في ميد ترم فايه، فالوضع يعني استمتع الفتره دي عشان بعد كده تبدا تذاكر يعني، واخربها يعني اعمل اللي انت عايزه. بس برضه رسالتي للناس اللي بتاكل كتير حلويات وكده، يا جماعه بالله عليكم اهدوا شويه، لان ده يعني الكحكايه الواحده الساده فيها 350 كالوري تقريبا تمام. فيعني اهدوا شويه. تقريبا البسكوت فيه 70 الواحده، فرقم مرعب. انت لو تاكل مش عارف 2 من هنا، 3 من هنا، 4 من هنا، انت حرفيا ممكن تطلع من العيد زايد ممكن مثلا 2 3 كيلو مثلا تمام. ودهون بقى، بتزيد دهون لان الحاجات دي كمان بتعلي الانسولين والكلام ده كله. فواحده واحده، مش هقول لك خد واحده اتنين مع ان ده الصح، بس يعني انا نفسي مش هاخد واحده اتنين، فانا مش هقول لك على حاجه انا مش هعملها، ولكن حاول تبقى ذكي، لان الحاجات دي برضو ما انت بتاكل كتير بتحسسك دايما سكر كتير بيحسسك ان انت ايه عايز تاكل اكتر، فتلاقي نفسك بتاكل الاخضر واليابس من اكل غدا عشاء، دايما جعان تمام. فكل واستمتع بس بالمعقول وبذكاء، وواحده واحده، واشرب ميه كتير، لان بعد رمضان بيبقى الواحد جسمه محتاج ترجع لحميتك الغذائيه. قبل كده انت في رمضان ما كنتش بتشرب ميه كتير اغلبنا حرفيا، فاشرب ميه كتير جدا الفتره دي، واتحرك تمام. اتحرك واشرب ميه كتير وكل تمام، بس برضو باعتدال، مش كتير ولا قليل، الحاجه موجوده كده كده يعني، ما تقلقش. بس في حاجة تانية برضو ممكن تعمل أكلة جديدة، ممكن تفتكس أكلة جديدة آه، تعملها مثلا مع أختك مع أخوك كده، عيش أكتر مع الأسرة بجد، وطبعا مع أصحابك. حاولوا تجربوا حاجات جديدة، جيبوا دومنا، جيبوا مش عارف العب شطرنج، العب، بص حاول تخترع أي حاجة يعني، تروح مكان جديد، تعمل حاجة جديدة، تغير حاجة في أوضتك، لازم تتحرك وتفرح فعلا بفرحة العيد، وتكبر وتشوف بقى الناس في الشارع وتصور، لان الحاجات دي بجد مش بتتكرر. يعني انا مش من نوعيه الناس اللي بحتفظ بالذكريات قوي، بحب اصور وكده، لكن الرساله دي ليا قبل ليكو، لا الحاجات دي بتفرق. الحاجات دي بتفرق بعد فتره، بتيجي تبص بتفتكر الاوقات، بتفتكر الناس اللي كانوا معاك، بتفتكر انت كنت عامل ازاي ساعتها وبقيت عامل ازاي، بتفرح. فلا اهم حاجه ان انت تفرح، وافرح ثم افرح ثم افرح. والحاجه التانية طبعا ان انت لازم الحاجه اللي انت يعني العاده اللي انت كونتها في رمضان، او انت كنت في رمضان اكيد اتحسنت، لازم بعد رمضان تمشي على خطى ثابت. رمضان مش كان سجن وانت طلعت من السجن، الموضوع اسلوب حياه، فحاول على قد ما تقدر تتقي ربنا، ويعني تفضل ثابت على اللي انت كنت بتعمله. وطبعا ندعي ربنا بالرحمه والمغفره لكل الناس اللي فارقونا، والناس اللي مش معانا دلوقتي، اللي كانوا معانا في العيد من 10 سنين، من 5 سنين ما بقوش معانا. والناس اللي عايشه ربنا يديهم الصحه، ادعي لاهلك اللي تعبوا معاك في كحك العيد، في رمضان كله على مدار الفطار، في كل حاجه ادعي لهم بالصحه وادعي كده بالبركه دايما تكون موجوده في حياتك وفي حياتهم. وادعوا لوالدي بالرحمه والمغفره باذن الله، يعني ربنا يرحمه. وبس يعني ادعوا لموتانا وموتى المسلمين جميعا، وادعوا لاهلنا في غزه، يا رب ربنا ينصرهم، ورب ينصر كل اهلنا في العالم كله، المسلمين يا رب العالمين. الدعاء ليهم يا رب، يعني ما ننساهمش في دعائنا في الفتره الحاليه، بسطوا كل حاجه، بس طبعا ليهم حق علينا. بس الفيديو طول قوي، بس اللي هو ايه ده اللي كان في دماغي. لو حد عنده افكار بقى، ده المحتوى حرفيا، يكتب بقى في الكومنتس، انا اول واحد هطبقها باذن الله، ويبقى عيد باذن الله جديد علينا في حاجات مختلفه، ونبقى فرحانين بيه. محدش بقى يقول انا مش فرحان بالعيد ومش، بالله عليك حل عني وافرح بس يعني يا شباب، يلا سلام عليكم.